رب ما اسقط، يا رب، يا رب هسقط، يا رب شكلي كده هسقط، يا رب هسقط، يا رب. البنات يا رب مش عارفه اساعد معاهم، مش عارفه اساعد معاهم. اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه؟ الناس اللي مدينيني كل ما هنزل كده، كل ما هنزل الفلوس اللي عليك، اجيب لهم فلوس منين انا يا رب؟ وابويا ده ابويا هيفشخني، حاجه لو سقطت يا لهوي هيقتلني، هيذبحني والله لو سقطت. ايوه والمدرس الغبي جايب مدرس وجايبه ايه؟ جايبه يديني الدرس، يا لهوي ده هو اللي هيسقفني، يا حبيبي ذاكرت؟ متقلقش، انا جايب لك المنهج كله بقى، سيبك بقى من كل الترهلات. انت ما عندكش ثقه في مدرسك وده غلط، ده مأثر في شخصيتك. بص موترك. الانجليزي يا حبيبي موقف، انت بتخش في الانجليزي تعمل موقف. اوعى بقى اللي يقول لك جرامر وانجلش وكلمات، لا كل دي اشاعات. الانجليزي موقف، تخش كده في الانجليزي ثقه في نفسك. تمام؟ اول حاجه يا معلم اهو، بص يا معلم، انت هتخش اول سؤال. كل الناس بتهتم باول سؤال، انا بعلمك حاجه جديده. انا مش عايز اسمع، خش عليا بالاسئله. امال انا اللي هتنجحك ال 200 جنيه طول ما انت ناظرني في ال 200 جنيه، طول ما انت متوتر. انت لو تديها بنيه صافيه والله تنجح جري. هقول لك على حاجه، تعرف سامح اللي في سنه رابعه؟ نجح ولا لا؟ نجح الحمد لله. يبقى تسيب لي نفسك كده خالص. بس انا سمعت ان هو نجح ملحق، جاب ملحق. لا ما تقلق، حتى لو ملحق انا معاك، هسيبك. انت هتيجي 200 جنيه زلني بيهم، ده انا هظبط الاداء، ما تقلق. بص يا صاحبي، اول ما تخش كده خش في السؤال خلصني يا ابني. انت التوتر ده انا حاسس والله ان هم بينجحوا ارتصه مني. لا مش ارتصه مني، اصل هم يعني لو بيدوني كوبايه شاي وبكيكه، انما انت النهارده مالك واقع فايل ليه النهارده كده؟ هو ما هبطش. انا خدت ال 200 جنيه، مش في الكيكه وفي الشاي، ماشي مش مهم. يلا الله الغني لما انزل ابقى اجيب فول وفلافل. يلا بص يا حبيب قلبي، اول حاجه الجرامر ده طلعه من دماغك. لا ده الجرامر ده عارف عليه قد ايه؟ هو مين فينا المدرس بقى؟ ما انت كده انت ما تشتغل مدرس، انت الخاصه بقى، بدل ما تبقى تشتغل طالب وتعاني معايا شويه، لا انت اشتغل مدرس. فكك من الجرامر، زي ما انت مقضيها الساعه مع البنات وعلى القهاوي وصبرصه والفيلم ده كله. راحوا من العين عاليه قوي دي، راحوا من العين. ماشي انا هوري عليك، ده انت 200 جنيه بس، انا المفروض اخد 250 بس يعني كمان. ما انت كده بتاخد الفلوس من ابوك وتطلع تجري على القهوه. ما عنديش وقت يا ابني. لا لسه طول الليل معاك، هتذاكر كل اللي هديهولك ده. ايه ده بكره؟ وانا قلت لك عادي، عايز تهجز ونخليه بعد بكره، دي حاجه تخصك انا ما تخصنيش. بص يا حبيبي، انت هتظبط الاداء ده، سيبك من الجرامر. انت اللي هتعمل، هتخش تكتب اسمك. اسيبني من الجرامر فتره. انت ماسك في الجرامر على فكره، وده اللي هيسقطك والله. انت عارف عليك كام درجه؟ طب لا ما هو ده ممكن ينجحني. هو مين فينا المدرس؟ هطلع لك البطاقه تشوف مين فينا المدرس. انت مش مصدق ليه كده؟ انا المدرس يا حبيبي. بقى هيغششني. اظبط بقى، انا مظبط لك حماده تحتها هيظبطك. بص هو وحماده تحتها هيضحك عليا. هيبقى سقط لك امه. حماده تحتها كده داخلك بتشيرت كله انجلش. لسه طبعا النهارده انا وهو زنقت ومش لاقي حاجه، في 7 8 اسئله كده محطوطين على ظهر حماده، الطحهم جزمه ابن جزمه اللي ما ينجحكش. انت عايز النجاح ولا عايز الدرجات؟ انا عايز النجاح بس كده. يبقى تسيب لي الدرجات بقى، ما تنبرليش فيها. تمام؟ السؤال الثاني بتاع القصه. تمام؟ اوعى تفكر ان احنا بنبص للموضوع هسيبه ده كمان. لا انت هتخش بقى ايه؟ تفتي فيه. كلمه انجليزي، اسمع بس، كلمه انجليزي على كلمه فرنساوي. وطول ما انت مالي لي الصفحه 30 40 سطر، انا مش هوجع عينيا واقعد ادقق، فهديك 7 من 8 6 من 8 هنجحك يا اسطى. تمام كده يا معلم. خش على الاختيارات. اوعى تفكر ان في حد بيختار صح من عند الله، اوعى. بالبركه الله يحنن عليك يا اسطى. بص بقى انت هتمشي ازاي. اول سؤال في الاختيارات، اول واحده النص الاخيره، وتنزل كده سام بوكسات. تمام؟ هتنزل كده معاك 20 نقطه، استحمى فيهم. خش بقى يا معلم على ايه؟ على الباراجراف. سيبك بقى من دير فريند واول سطرين هاو دو يو دو والكلام ده. انت لما بتكلم صاحبك في التليفون بتقول له مش ازيك يا حمار؟ خش عليه تقول له ايه يا حمار؟ ماي فريند اتس دونكي. قشطه؟ اضحك كده ولا انا هيسقطك وربنا. قشطه؟ تاني حاجه يقول لك مثلا اتكلم على السياحه مع صاحبك. تمام؟ في الباراجراف. فضك بقى ان ذا بيراميدز هي والتورست والكلام. لا انت تدي له الخلاصه.
تقول له ذا جيرلز اوف ايجيبت از ذا فاك اني تايم. قشطه يا معلم. عند تحرش عند بص بوليس عند الشرطه النسائيه بتظبط الاداء. وتروح خاتمها تحت بليز يور كامينج بليز ليت مي ماي دراجز. تمام يعني وانت جاي تجيب الحشيش بتاعك عشان انا مش ناقص الحشيش اللي ما انت لازم تكتب له السطر الزياده بقى يا معلم. تقول له ليت مي يا ابني خلي فيه ثقه يا ابني. لا لا استاذ ايه اللي انت بتقوله ده؟ عايز اكتب لهم حشيش يعني ممكن سؤال الشنب اللي في وشك ده انت شاب محترم هتخش تكتب هاي دير فريند يو فاين انت ايجيبتس كامينج والنبي الكلام ده يطلع منك الاداء ده بتاعك. انت تكفرني في الفصل يا ابني. انا بديك اللي هينجحك هعرفك انا بقى من الكلام ده فابدا ازود الدرجات. اتفضل يا استاذ يلا. ما تغزني يا ابني ما تجيب المطوه من عندكم. وانت هتوديه في داهيه. اوديك في داهيه عشان بديك علامه يا ابني. الانجليزي شخصيه خلاص مش عليا انا على الورق يا ابني. طب نكمل الكلام ده. في حاجه بقى اسمها القطعه. القطعه دي بقى ايه؟ سيبك من اي حاجه. انت هتبص للسؤال هتلاقي كلمه موجوده عندك في القطعه فوق. السطر اللي قبلها والسطر اللي بعديها نزلهم لي. عمال تضحك انت مش مقتنع. انت انا بضحك. انت طول ما انت مقضيها فيس وفرانكو ارب والهبل ده عمرك ما هتبص الانجليزي. العيب مش فيا خلي بالك. ما انت دافع 200 جنيه انا هديك اسئله ايه؟ انت كنت عايز 250 جنيه. كنت اديك الامتحان وقتي يعني انت عارف انا مدرس رمه يعني انا بخلص وقتي. عايزك بقى برضك ايه؟ طب اديك 250 جنيه. ثانيه واحده بقى احنا كده نطيتك الاسئله اللي هنا. هديك اسلوب الامتحان. تخش الامتحان يا اسطى اوعى تفكر حاجه اسمها ايه انا احل من اول الامتحان. لا انت معاك ساعتين مزج نفسك كده اقعد خد نفسك. شوف مستقبلك وانت قاعد في اول ساعه. تخيل احفظ لك فيلم قبل ما تخش اللجنه. لازم تضيع اول ساعه ويبدا الاكشن بعد الساعه الاولانيه. تمام. صاحبك اللي قدامك ده ما تحترموش. ونظام القلم ده اللي هو ايه والنبي يا حماده السؤال باللي في رجلك ازغد اللي جابت امه. دي غابة عليك موز صغير من بقك والشوط له القميص عكنين دين امه. انا بقول لك اهو عيشوا الغلط. تمام. خش عليك بقى المرحله الثانيه يا حبيب قلبي. بدا هو يجيب لك الورقه دي انت مش شايف من امه حاجه. ما تتغباش عليك. طب افرض الاستاذ شافني. هو المراقبين يا حبيبي بعد اول ساعه خلاص تزهم بتجيب ميه. فاللي يطلع يشرب سيجاره واللي يبقى يعطيك ضهر يقول لك ها شايفك ليه يا روح امك شايفني بلفك ليه؟ هتتلبس اهالي في قفاك. انت هتشتغلني؟ حاجه غريبه والله. طب انت عمرك ما اشتغلت مراقب؟ انا من اخر مره العيال طلعت ورايا بالمطاوي وانا بطلت اطلع مراقب. المهم يعني ضربوك؟ لا ما ضربونيش الحمد لله. جرايه ما حدش عارف يجيبني. عملوا عليك نحا. والله ده حفلات سودا. المهم تظبط ادائك بقى يا معلم وانت داخل علبه سجايرك في جيبك. ليه؟ مراقب رخم. طلع له سجاره اتفضل يا مستر. يقول لك لا مش عايز ويعمل فيها شريف بقى وامه غنيه والكلام ده. يجيب له علبه اللم كده او علبه مربوطه حطيتها قدامه تقول له مستر لما تعوزها هي قدامك. قشطه. مد ايده مع اول سيجاره خلاص كلب تحت رجلك تزل اللي جابت امه بقى. كل شويه مستر عايز اروح الحمام. معاك فراغ. اول ساعه دي فراغ. تروح الحمام وانت ماشي معاه تقول له والله يا مستر ده انا حمامي بره وبتاع وكل الدكاكين اللي بره دي بتاعت حولوا لي ليك عزوه بحيث انه يتلبش منك فيسلم لك اللجنه ويسلمك رقبته. ده انت عيل صغير لما تجيب علبه سجاير ب 30 جنيه تبقى ظبطته. انت مش مقتنع خلي بالك. والله انت حبيبي استاذ. ربنا يخليك. انا بديك سر المفتاح. كل مدرس يا حبيبي بيبقى عايز حاجتين في اللجنه. يريح له شويه وسجاره تظبط له دماغه. فانت تعرف تظبطه في علبه سجاير بدل ما بتروح على الاول تصبر. تجيب له علبتين؟ علبتين يبقى انت كده قلت له خد علبه ليك يبقى كده انت ضمنت النجاح. حماده بقى هيقرفك بقى تاني. نرجع للمعلومه دي. حماده قرفك انت سجلتني المتهم تروح واخد ورقه اجابه حماده وهطير ورقتك هو يحل لك شويه. مش هو شاطر بقسم وشيل بقى. ده اخر الكلام. تخلص لجنه امتحانك عيل بقى بيصحح مع صاحبه وبيراجع مع صاحبه مالكش دعوه. الانجليزي شخصيه. كل واحد عنده شخصيته المستقله. طب واللي بعد كده بقى؟ انا ليا ايه؟ تطلع لي تقول لي انا اثبتت نفسي في الامتحان. هيبان. لا ما التردد ده كده انا استناك في ملاحق دور مايو. انا بنقول لك او يوليو. انا بقول لك اهو لازم يبقى في ثقه كده يا حبيبي. وعشان برضك ايه اجي معاك بقى ايه اخ كبير. انا ما بحبش اكبر نفسي بس يلا. بص يا حبيب قلبي تخش على طهاره ما تخشش على نجاسه. مش تقعد تتفرج لي على السكس طول الليل وفي الاخر تقول لي انا طالع بملحق. عايزك كده ايه نضيف وطاهر.
تمام، انا بكلمك كاخ، انا نزلت لعقلك عشان اطلع بيه. قشطه. عمليه بقى ان انت بقى ايه تخوف نفسك، والعيال اللي يطلعوا بقى اللي هم الشاطرين دول يجيبوا جري، ايه ده السؤال ده انا ما عملت. العيال دي ده كل ده جرافيك كده، والله هم اصلا مش عارفين هم كاتبين ايه، دي عيال سيس مالكش دعوه بيها. الشاب الشمال ما تشغلش بالك بيه. انت كان المعتاد بتاعك تخلص امتحانك تنزل تجيب كوبايه شاي من الكانتين، سيجارتك في ايدك، تتوكل على الله، تخلص الفورمه دي تخش في الامتحان اللي بعده. قشطه. اي اسئله جوه المنهج؟ نعم. لا نعم ايه، ما انا اعطيتك المنهج خلاص. انت كل ده لا انا حسيت ان انت كنت عايز تسال حاجه في الانجليزي، ده انا قلبي اتوجع في الشرح الانجليزي. صح. تمام. مالك يا ابني متوتر ليه كده؟ لا لا الا الله. اعيد لك المنهج تاني؟ لا. اعيد لك المنهج تاني؟ يلا بالنجاح والتوفيق. بقول لك ايه بس عشان ايه ما يبقاش فيها زعل، انا ما شربت شاي ولا هوديك في داهيه ليه يا ابني؟ ده انت في وشي. هو لما دلوقتي انت تسال مش هيقولوا استاذ احمد ما عطاهوش المنهج؟ لما انا اعطيتك المنهج انت مش عايز تفهمه، ده مش ذنبي بقى. انت متاكد بس المنهج ده صح؟ كله نجح بهذه الطريقه. كله نجح؟ هات لي طالب مصري ما بينجحش بالطريقه دي. طب وال 82 اللي سقطوا دول؟ لا دول احنا لازم نطلع نسبه. ده انا شايفهم منزلين من عندك. لا احنا كل سنه لازم نطلع نسبه. هو واحد غبي غيرك، انا شايف فيك باذن الله هتبقى حاجه. هتبقى حاجه. يعني انا شايف في اللغه انت ممكن تبقى مترجم، مثلا يعني مدير. انا شايف فيك، انما الثانيين دول هتتهم الطريقه. بتشم على ده ليه؟ هتتهم الطريقه. يا ابني انا راجل خبره قديم، اطلع لك انت البطاقه اهي البطاقه عشان انت خنقتني فعلا. تمام. مش دي البطاقه؟ اهي مش دي البطاقه؟ تمام. اجيبها لك. مين ده؟ لا مش ده. انا عايز اوريك قانون النقابه لو عايز يعني. ثانيه واحده. لا ده بتاع حاجه ثانيه. تمام. شكرا يا حبيبي، انا قلت بس ايه اهو يا عم. رخصه القياده دي ولا مش رخصه القياده؟ رخصه القياده صح؟ يعني انا بعرف ادير الطريق، مش هديرك انت يا ابن ادم، عيب عليك. انت عملت حادثه كام مره؟ لا انا ما عنديش عربيه اصلا، انا اعملها دي كده تزوير. سيب على الله. المهم يا جماعه الراجل ده الراجل ده تمام. النهارده كان عايز بس يعمل فيديو يقول لكم حاجه واحده، ان التعليم في مصر تحت الاندر او اللو. تمام. يعني الراجل ده بامانه هو صاحب الفكره بتاعت الفيديو، وهو السيناريو ده كله بتاعه، هو بس كان عايز يوريني المنهج كله هنا، والمدرسين بهايم، وعايزين نتطور. هنتطور ازاي؟ عشان عايزين فيديو اهو صاحب الفكره اهو النجم ده ربنا يخليه، ده يبقى ابن اختي الغالي. تمام. حبيب قلبي ده. يلا سلام عليكم.